هدفين دون رد، كان بالامكان ان يسجل الفريق اكبر عدد من الاهداف لكن ماكو حظ اليوم او توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافيه، مبروك النادي العربي. يمكن انا ما ابي اقول انه حظ، لا، لازم فيه التركيز يصير اعلى. الحمد لله اهم شيء خذينا 3 نقاط، نفكر دائما بايجابيه، عندنا مباراه حاسمه المباراه الاخيره، وان شاء الله نكون حاضرين على المستوى البدني والذهني، لان تدري انت كل اليومين قاعد نلعب مباراه، مجهود عالي من اللاعبين، تركيز عالي. باذن الله ان شاء الله تكون الامور بيدنا، وباذن الله نقدم مباراه مميزه وناخذ 3 نقاط اخر مباراه. ابو علي، ضاعت فرص كبيره اليوم. دوري كمدرب اني اعدل هالامور، دوري اني انا احل هالامور. احنا اللعبه الاولى ضيعنا كثير من الفرص، هذه اللعبه ايضا كثير من الفرص، دوري انا كمدرب اعمل اكثر بالتدريبات، وان شاء الله نحاول نحل هالمشكله باذن الله. ابو كباتن، شفنا اليوم غضب جماهيري كبير على اداء خاصه المحترفين، لم يقدموا الاداء المردود كاضافه للفريق في المباراه اليوم وفي المباراه الاولى كمان. الفريق قاعد يقدم، انا بالنسبه لي كل اللاعبين قاعد يقدمون المستوى المعهود، قاعد يقدمون المستوى المامول منهم، قاعد يقاتلون ويتعبون ويعملون. لا تنسى ان احنا قبل يومين جايين من مباراه، هم لاعبين 90 دقيقه، اكيد مجهود بدني، وعلى المستوى الذهني من خساره جاي انت اكيد فيها ضغط كبير. لكن اقول حق اللاعبين يعطيكم العافيه، نفكر بايجابيه، وان شاء الله المباراه الجايه تكون باذن الله من نصيبنا باذن الله. هيكون في معسكر يا كابتن؟ احنا بمعسكر اصلا، احنا بمعسكر من اول البطوله، احنا بمعسكر، والتزام اللاعبين جيد ويعطيهم العافيه، وان شاء الله هذا تعبهم ما يروح ببلاش. ان شاء الله حبيبي يعطيكم الله. الله، حبيبي على راسي.